السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناتكم يوميات فلاح. أرحب بكم من جديد. اليوم إن شاء الله هذا الفيديو فهو موجه للناس اللي كانوا معودين أنهم يزرعوا أقلام ولا عقل ديال التين، وتصادفوا بأنهم لقاو بأن الوقت قد فات على زراعة هذه العقل، لأن العقل كتزرع في شهر 1 2 حتى ل3. فهذا الفيديو فهو خاص بهاد الناس اللي تعطلوا في الزراعة ديال هاد العقل. فنكملوا الفيديو إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. أول شيء كنقوموا به قبل ما نقوموا بهذه العملية ديال زراعة العقل هو أننا كنختاروا العقل أو الأقلام ديال الشجرات التين اللي كتكون بالنسبة لنا حنا كنشوفوها كتعطي ثمار كتار، وكيكون واحد الصنف اللي هو زوين ولذيذ. فهاد الصنف هو اللي كناخدو منو العقل، وكناخدو اللي كتكون في عمر ديال السنة ما يتعداهاش، وناخدو واحد 30 أو 20 سنتيم تقريبا ديال الطول ديال هاد القلم هذا. ولكن غنتأخروا في الزراعة ديال هاد الأقلام، كنوضعوه في واحد الإناء وكنديرو ليه الماء بحال كيف كتشوفوا في الفيديو. كنا غنزرعوه في نفس النهار ماشي مشكل، كيكون موجودين المكان اللي غنزرعو فيه. ثم بعد ذلك كناخدو هاد النبتة هادي. هاد النبتة هي لالوافيرا أو نوع من لالوافيرا، وناخدو كاع النبات اللي داير بحال لالوافيرا، مثلا كالهندية، مثلا دوك الودينات ديال الهندية أو لالوافيرا فيها واحد المادة إلا حليتوها غتلقى واحد المادة بيضاء. هاد المادة فهي هي مهمة بالنسبة للتجديد ديال الفسائل أو التجديد ديال الأغصان أو الأقلام. فهي كهرمون طبيعي، بلاص ما نشري هرمون من صناعي، كناخد هرمون طبيعي بحال كيف كتشاهدوا هكا و افيكاس. ثم بعد كناخد واحد البو بحال هاد الحالة هادي، خديت البو ودرت واحد الثقب صغيرة فين يتخشى هاد العود هذا، وكندير هاد المادة هادي ديال لالوافيرا داك الدخلاني ديالها، كندهن به القلم وكنحطو في ديك الثقب تماك لداخل، وكنزرع القلم بهاد الطريقة هادي كيف كتشاهدوا يعني. ولكن بلا ما قبل ما هذا خصني نكون نفزك التربة واحد شوية باش تسهل عليا هاد العملية هادي. ثم كنجيب واحد بلاستيكة بحال هكا، وكنقوم بالتلفيف ديالها وكنوضعها في واحد المكان اللي يوصل ليه الضوء الشمس، ولكن ما تكونش الشمس حارقة، لأن الشمس حارقة غتأثر على العود ديال هاد القلم هذا ديال النقلة. من بعد 3 الأسابيع فكتشاهدوا ها هي النتيجة. فهي النتيجة الحمد لله مرضية، نسبة النجاح تقريبا 90%. هاد العود اللي درنا فيه التجربة هو نوض تبارك الله 2 ورقات، وتا هاد الطريقة هادي بحال لاصير كيحافظ حتى على الرطوبة وعلى الماء في هاد البو هذا وهاد الإناء. كيف كتشاهدوا التربة باقا فازقة، يعني كنت كنرشها غير مرة في 4 أيام، غير شوية رشيشة هكا بالماء وكنحل عليها مرة. ولكن ما ننساوش واحد القضية، البلاستيك كنحاولوا من نلفوها على هاد البو ما نسدوهاش كاملة، نديرو فيها واحد بعض الثقب باش تكون عملية ديال التبادل ديال الأكسجين والكربون ديال النبتة تنفس فيه مزيان. ومن بعد منين ان شاء الله تكبر هاد النقلة هادي او هاد القلم، نقلو ديك الساعة للأرض ديالنا او الحديقة. وبهاد الطريقة حنا غنقومو باستكتار واحد النوع ديال واحد التين اللي هو حنا عجبنا ومناسب ولذيذ وزوين وكيعطي بوفرة. وفي الأخير نتمنى أن الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا معنا، وكنتمنى من الناس اللي أول مرة شافوا هاد الفيديو ما مشتركينش يشتركوا في القناة من أجل دعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.